بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الكريمات. نتمنى إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم لا فيديو تاعي هذه بأحسن حالة، آمين يا رب العالمين. الكثير منكم طلبوا مني وصفة النوغا، نوغا البيضة هذه. اليوم راني لبيت الطلب تاعكم ونقول لكم سمحوا لي لاني تاخرت شويه، بصح راني جبتها لكم. تبعوا معايا الطريقه والنصائح يعني اللي ندهم لكم في الفيديو باش تتحصلوا على نوغا ناجحه 100%. المهم نتوما تقيدوا لي برك بالنصائح اللي نمدها لكم وسمعوا مليح المقادير ونصائح وشوفوا الله يبارك كيفاش تجيكم معلكه وهايله ما شاء الله. صحاب المشاريع مشروع ناجح 100%، مشاريع يعني رمضانية ناجحة لكننا ملحيين. انتهزوا الفرصة يا بنات وديروها كمشروع يعني واسترزقوا على رواحكم. ربي إن شاء الله يعين كل وحدة راهي تسعى الرزق الحلال. المهم تبعوا النصائح اللي راح نمدهم لكم وراح تتحصلوا على أروع نوغا كما شفتوا، تجي معلكة والبنة تهبل ما شاء الله، القوام هايل والاسرار اكيد كامل راح نمدهم لكم تاع النجاح تاعها في هذا الفيديو. تبعوني برك من البدايه للنهايه، تقيدوا بالنصائح وراح اكيد تحصلوا على اروع نوقه راح تدعيوا لي عليها ان شاء الله. والمهم ثاني نحب نوجه تحية كبيرة للجالية الجزائرية اللي راهي متواجدة بالخارج. تحية يعني من هذا المنبر نوجهها لكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وإن شاء الله من خلال أكيد القنوات تاعنا تشموا ريحة البلاد ونكونوا إن شاء الله فدناكم ولو بالشيء القليل. وبارتاجيو الفيديو مع أحبابكم وصحابكم لكي تعم بالفائدة وتفيدونا ونفيدكم. شوفوا الله يبارك في ما جات معلكة. المهم من غير إطالة هيا نروح نبداو في طريقة التحضير ونقولوا بسم الله. لهنا وش عنا؟ اول حاجه اللي راح نخدموا فيها نجيبوا طاوه تكون شويه ثقيله. عندنا كاس تاع 250 ملي سكر عادي حبيبات، وعندنا بنفس الكاس كيلو ربع كاس سكر ونص كاس عسل. هذا وش فيها مكونات جد جد بسيطه. المهم تقيدوا بالنصائح برك. شوفوا السكر انا هنا راح نكيل لكم بالكاس تاع ام وليد، اللي ما عندهمش الكاس تاع 250 ملي ولا ما عندهمش الكاس هذاك اللي يوزنوا به ما حبيتش ندير لكم به عمدا باش نعت لكم بالكاس تاع ام وليد. اذا بالكاس تاع ام وليد نديروا كاس سكر وربع، هذوك هما 250 غرام سكر، ونزيدو نديرو نص كاس وزايد شويه عسل. كما نعرفوا الكاس هذاك وفيه هذاك الحد تاعو، احنا نفوتو شويه نديروه عسل ونديروه تقريب الربع، نزيدو شويه ماء. المهم اللي عندهم الكاس تاع 250 ملي يديروا 250 غرام سكر والنص تاعو عسل والربع تاعو ماء. هذا هي الكميه الصحيحه. نروح نحطهم فوق النار كما راكم تشوفوا حتى يبدا يهز الغليه. كي يهز الغليه الخليط تاعي كما راكم تشوفوا، هنا نكون النار نديرتها تقريبا متوسطه حتى يبدا يغلي هكذا الخليط تاعي. نقص النار ونخليها رفيعه جدا، يعني النار ضليله. بعد ما تنقصوا للنار برك تروح الرغوه هذيك نخلي الخليط يغلي مده 20 دقيقه. نحسبوا له بالضبط 20 دقيقه، هذاك هو الوقت بالضبط. ما تزيدوا ما تنقصوا. من جهه اخرى جبت ريسيبيون درت فيها بيضه ودرت فيها رشه ملح. خيروا البيضه تكون شوي كبيره باش تتحصلوا على يعني بياض شوي كبير. الريسيبيون تاعكم ما يكونش لازم فيها ولا قطره تاع ماء، تمسحوها جيدا. البيضه ثاني ما تكونش مشمخه، وتفصلوا وتكون بدرجه حراره الغرفه، وتفصلوا البياض وتحطوه في ريسيبيون، ديروا له رشه مليحه تاع ملح، وتبقاو تطلعوا فيه بالباتر بالضرب الكهربائي حتى يولي معكم متماسك. هنا هذه المرحله نبداوها كي نبداو نطلعوا بياض البيض كي الخليط تاعنا يلحق 15 دقيقه، باش حنا هذيك الخمس دقائق نكونوا كملنا طلعنا فيها البيض. لهنا كي يطلع بهذه الطريقه نزيدوا ملعقه تاع فانيليا تاع الاكل، فانيليا، ونزيد نخلط شويه برك مش بزاف. في هذيك الوقت هاي الخمس دقائق اللي خلطت فيها انا البيض كمل لي الخليط تاعي ل20 دقيقه هذيك. نولي دركا لهنا ليه درنا هذه الطريقه، من جهه نطيبوا البيض ومن جهه تضاعف لنا النوغه تاعنا. نبقى نكب في هذاك الخليط بشويه ونطلع بشويه ونطلع. من جهه رانا نعقموا يعني في هذاك البيض شغل نطيبوا فيه، ومن جهه جينا كما نقولوا النوغه تاعنا زاكيه. ان شاء الله يا ربي يكون الشرح برك واضح وتفهموا عليا.
نبقى نضيف هكذا كيما راكم تشوفوا بالزغبه ونطلع بالزغبه ونطلع حتى نكمل مره. نبقى غير نحط شويه من هذاك الخليط ونطلع، نحط شويه ونطلع حتى القوام وحده تحسوه باللي راه ولا ثقيل معاكم ويتماسك ثاني. ومن جهة أخرى نكون عندي أنا شريت 20,000 كاوكاو. واش درت له شوية بركمة وشوية ملح وخلطته ولحته في الكوشة تقلى، يعني حمرته. كي تحمر نقيت له هذاك القشور تاعو وخليته بجهة. هذه كل الخدمة نخدموها هي الأولى، وبقيت كيما شفتوني نكب في هذاك الخليط حتى نخلص معايا. وكي يخلص الخليط معاكم بقاو ضربوا بالباتور واحد 5 دقائق برك حتى تحسوا الخليط تاعكم ثقال ولا بالقوام هذا او ثقيل الا هنا نولي نضيف له الكاوكاو. ومن جهه اخرى قبل ما تبداو الخدمه تاعكم ثاني مره ادهنوا البلاطو تاعكم هذا هو 35/10. ادهنوه هو الاول بالزيت ومن بعد ديروا له الغلاف الشفاف هذاك وزيدوا ادهنوا الغلاف الشفاف بالزيت وزيدوا حطوا ورق الطهي كيما راه موضح في الفيديو وزيدوا ادهنوا ورق الطهي ثاني بالزيت. راني دهنت بالزيت مليح. علاه باش ما تلصقش معنا من بعد النوكا تاعنا كي نعودو نديموليو فيها. لهنا شوفوا القوام تاعها كيفاش ولا. ضفت لها كيس تاع كاوكاو ونص. نتوما لكم الاختيار، تحبوا ديروا زوج ديروا، تحبوا ديروا كاس ونص كيما درت انايا ديروا، تحبوا ديروا كاس يعني لصحاب المشاريع كاس يكفي، يعني 10,000 كاوكاو. ودرنا بياض بيضة ودرنا كاس سكر ونص كاس عسل. هذا وش فيها وراح نتحصلوا يعني على اروع نوغا، يعني مكوناتها جد بسيطه ومشروعها مربح. لهنا وليت كبيت الخليط هذاك في البلاطو تاعي. لهنا قعدت نصور بيد ونخدم بيد جاتني شوي صعيبه. كبيت هذاك الخليط كامل وزدت حطيت ورق الطهي كيما شفتوني وقلبت الغلاف الشفاف وخليتها 24 ساعه. بعد 24 ساعه تروحوا تنحيوها تلقيوها متماسكه. الله يبارك. هنا ما تنحيوش هذاك ورق الطهي، اقلبوا البلاطو تاعكم ديموليوها اكيد. واكيد اللي ما عندهمش هذا البلاطو يخدموها طول يكبوها طول في ورق في الغلاف البلاستيكي. ديروا 2 ولا 3 فوق بعضهم برك وكبوها. واكيد دهنوه بالزيت هذاك الغلاف الشفاف وكبوها وبقاو باليد بواسطه اليدين بسطوها برك وقلبوا عليها هذاك الغلاف البلاستيكي وخليوها 24 ساعه تتماسك. هاو بعد ما تماسكت لي انايا هنا راح نقطعها نكيل 2 أصابع ونقطع. انا اللي عودوا رايحين يديروها كمشروع واللي رايحين اكيد يستهلكوها قطعوا برك كيما تحب لكم تقطعوا. هنا نولي نحي انايا هذاك النيلو الغلاف هذاك البلاستيكي ونزيد نحي هذاك ورق الطهي. شتو لا قلت لكم ديروا الزيت باش كي ديموليوها ما تلصقش معكم مره. شوفوا لا قلت لكم ثاني ديروا في الغلاف ثاني البلاستيكي هذاك في الحواف باش ما تلصقش معاكم. شوفوا الله يبارك في مشتنا القوام تاعها جا روعه ما شاء الله. تهبل يعني مشروع نجح 100%. سعر البيع تاعها كنت تقطعوها وديروها في المول هذا وتقطعوها كيما راكم تشوفوا فيا انا غير ندير 2 أصابع ونقطع. تبيعوها الوحده ب5000 يعني 50 دينار. سعر لاباس بيه. شوفوا الله يبارك يعني درت لنا يعني قطعت لنا كميه لاباس بها. هذاك البلاطو 35/10 يدير لكم 10 وحدات قد يعني 10 حبات من هذا النوغا. شوفوا درناهم يعني السمك لاباس بيه كيما راه موضح في الفيديو. كي ديروا 10 من هذا النوغا هذا البلاطو قلت لكم يقطع لكم 10 حبات. 10 حبات يعني يستقاموا ب50,000 كي تبيعوهم. تسمى عندنا ما خسرنا فيها. احنا درنا بياض بيضة ودرنا كيس سكر ونص كيس عسل و10,000 فرنك كاوكاو، يعني ما فيهاش مكونات بزاف وبصح فيها الفايدة. المهم اللي تحب تبدا مشروعها تبداه ان شاء الله ربي يعينكم ويرزق كل وحده. وتقدروا ثاني تخدموا هذاك اللوغو هذاك عندك شي واحد يخدم هذوك لي لوغو ولا وكتبوا فيه الاسم تاعكم واسمه وسوقوا المنتج تاعكم. اتكلوا على ربي وبداو مشاريعكم. والله غير من المشاريع هذه الصغيره غير كي ديروا القلب غير تصوروا يعني مصروف. الله يبارك. خير من تقعدوا وتضلوا تخموا منين نجيب صوارد ومنين هذاك ومنين هذاك. ضرب ذراعك قال لك كل مسقي.
شوفوا هنا نعدت لكم كيف تغلفوها. حطوا شويه من هذاك الغلاف البلاستيكي، ومن بعد دهنوه بالزيت، شويه دهنه خفيفه، مسحه خفيفه برك مش بزاف، بواسطه البانسو هكذا، باش من بعد ما تلصقش معاكم. يعني كي تبيعوها العبد كي يجي يهزها يديموا ليها ما تبقاش لاصقت له في هذاك النيلو، اكيد يولي يطلب المنتج تاعكم. شفتوني كيما حطيتها ودورتها على الغلاف البلاستيكي وشبحت باش تجي خدمه متحوفه. نحيت الزائد هذاك ونولي ندور الغلاف هذاك البلاستيكي منه من. وانتم لا درتوا هذاك اللوغو اكيد ديروه لصقوه في هذوك من حطينا الحواف تاع الغلاف البلاستيكي. نزيد ندير معكم واحده اخرى. وثاني كي تبغاو تقطعوها قطعوها بالموس هذاك اللي جاي من شار باه تسال عليكم، وتقطعوها ويبان لكم هذاك الكوكاو من الداخل. شوفوا حطيتها ومن بعد ضغطت هكذا شغل شبحت لها هذاك الغلاف البلاستيكي ودورت هكذا وهكذا. ومن بعد هاي الفيديو يوضح خير. من الفوق اللي حطوا نتوما هذاك اللوغو تاعكم، وان شاء الله ربي يعين كل وحده. المهم هذه هي النوكا تاعنا جات هايله ما شاء الله، وان شاء الله تجربوها وتنجح معكم وتعتمدوها كمشروع. واللي وصلت معايا لهذه المرحله ما تنساليش اللايك، لانها هي اللي تطلع الفيديو ويشوفوه اعلى نسبه من المشاهدين، وما يروحش تعبي هكذاك، وتشاركوا معايا في الاجر، لان القناه فتحتها صدقه جاريه على امي الله يرحمها، يرحم جميع الموتى ويحفظ كل على قيد الحياه. جزاكم الله كل خير. وصلنا لنهاية الفيديو، مبقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم حبيباتي، إلى اللقاء في وصفات أخرى. أحبكم في الله وفرجة ممتعة.